فرح أسطوري بيفضي خزاين مصر. ده كان خبر زمان سنة 885 في عصر خمراوية ابن أحمد ابن طولون. خمراوية هو ابن أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية اللي كانت دولة قوية جدا، كانت أقوى دولة في الخلافة العباسية ساعتها، لدرجة إن جيشها واقتصادها كان أكبر من دول الخلافة جميعا. وده طبعا كان بسبب إن أحمد بن طولون كان قائد عسكري واقتصادي ورجل دولة، بنى اقتصاد قوي جدا. طبعا كان جزء منها بالاعتماد على الآثار المسروقة من المعابد المصرية والمقابر المصرية الذهبية وتسييحها باستخدام الذهب بتاعها في الاقتصاد، وكمان استخدام الأحجار في بناء المساجد والجوامع والقصور الملكية. خمراوية كان على عكس أبوه تماما، كان راجل مطرف ومتدلع كده وما بيحبش الجد وعايز على طول يعيش في بذخ. كمان كان بيحب يدلع ولاده وبناته جامد جدا. واحدة من الحوادث الغريبة اللي خمراوية عملها إن هو جمع حيوانات من أفريقيا، دفع فيها فلوس كتير جدا عشان تتنقل لمصر، وعمل جنينة حيوانات عنده في قصره، وعمل في النص بحيرة من الزئبق. أنا مش عارف ليه بحيرة من الزئبق، بس هو قرر إن هو عايز يعمل بحيرة من الزئبق، وعمل مرتبة من جلود الحيوانات ونفخها، وكان بينام عليها عشان يسترخي على بحيرة الزئبق، حاجة كده زي دلوقتي البجعة اللي بنحطها في البول. بس الفرق بقى إن هو كان جايب أسد مسميه زوريق ربطه جنب البحيرة عشان يحرس لو في أي حد حاول يغتاله وهو نايم ومسترخي على المرتبة بتاعته في وسط بحيرة الزئبق. برغم البذخ اللي هو كان فيه، وإن الاقتصاد ساعتها كان قوي جدا والأموال كانت مالية خزينة الدولة، الخراج اللي كان بيبعته للخليفة العباسي المعتض بالله قل التلت عن الخراج اللي كان بيبعته أبوه أحمد بن طولون. فالخليفة المعتض بالله كان غاضب جدا من الموضوع ده، لأن هو كان عارف أن الظروف كويسة جدا وأن الاقتصاد مزدهر وأن خزينة مصر مليانة فلوس وذهب. فبعت له بيهدده أنه هو لو ما رجعش الخراج تاني زي ما كان هيبعت له جيش يخلص عليه ويشيله من حكم مصر. الحقيقة أن الراجل خمراوية كان أروق من كده بكتير، حتى انه قال للوزير بتاعه ابو عبد الله ابن سعد ان الخليفه لو كان طلب بالذوق ان انا ازود له الخراج كنت هزوده له من غير ما يبتدي يهددني، بس انا هاخدها برضو بالذوق، وباعتباره الخليفه وليه قدسيه خاصه انت تروح له يا ابو عبد الله وتعرض عليه ان احنا هنزود له الخراج بحيث ان هو يهدى شويه ويبطل الشعنانه اللي هو فيها دي. ابو عبد الله بن سعد كان الوزير بتاعه وكبير الجند، كان في نفس الوقت بيحب بنته قطر الندى ومخطوبين لبعض، وكل شويه كان بيطلب من خمراويه ان هو يسرع في الجواز ما بينه وما بين قطر الندى بسبب حبه الشديد ليها. لما وصل ابو عبد الله بن سعد للخليفه المعتض بالله، الخليفه المعتض بالله الحقيقه ان هو كان عارف ان هو الجيش بتاعه اضعف بكتير من ان هو يحارب جيش خمراويه اللي كان اقوى منه بمراحل، فابتدى يستميل ابو عبد الله بن سعد ليه ويقنعه ان هو ينضم ليه، وان خمراويه بيضحك عليه وان هو مش هيجوزه بنته ولا حاجه، وان هو بيطول في الامر بس عشان يكسب وقت عشان يشيله بعد كده ويجيب حد مكانه. ابو عبد الله بن سعد كان راجل بصراحة مخلص جدا ورفض الكلام ده ورجع بالرفض لخمراوية. خمراوية قال ما بدهاش، خلاص احنا لازم نحاربه عشان نوريله حجمه، وفعلا خد جيش ورجع تاني حارب الخليفة المعتض بالله وهزمه بسهولة شديدة. والغريب ان هو بعد ما هزمه عمله اللي هو عايزه. اولا حماه من ان اي حد يقرب منه باعتباره خليفة المسلمين وان هو محرم ومقدس ان هو حد يقرب منه او يقتله، وقال له انا هزود لك الخراج زي ما انت عايز، انا بس كنت بوريك قوتي. وكمان عرض عليه هو يجوز بنته قطر الندى لابن المعتض بالله احمد ابن المعتض بالله. الغريبه ان المعتض بالله طمع هو في قطر الندى وقال له لا انا اللي هتجوزها. فقرر خمراويه ان هو يجوز بنته قطر الندى اللي هي اصلا كانت مخطوبه لكبير الجند بتوعه للخليفه المعتض بالله، باعتباره ان هو كده اتجوز وناسب الخليفة والسلطان مباشرة، وان هو كده هيأمن حكمه وحكم عيلته لفترة أطول. طبعا أبو عبد الله بن سعد بيقف مذهول في العرض بتاع الجواز ده، ما بيقدرش يعمل حاجة لأن في الآخر المصالح السياسية بتتغلب على الحب. خمراوية بيقرر ان هو هيعمل زفاف أسطوري لبنته قطر الندى اللي هو كان بيحبها جدا، هي وأخوها أبو العساكر جيش اللي هيبقى الخليفة من بعده. وفعلا بيجهز زفاف أسطوري وبيعمل محمل هيستمر فيها الفرح لشهور في الطريق من القاهرة لبغداد، لدرجة ان المؤرخين في الوقت ده بيوصفوا الزفاف بالتفصيل. قطر الندى وهي طالعة من القاهرة كانت قاعدة على تختة من الذهب محاطة ب4 عمدان كاملين من الذهب الخالص، على رأسهم قبة ذهبية ماسكة في بعض وعاملة عاشق ومعشوق، وما بين العاشق والمعشوق
في الفتحات في جواهر كريمة وأحجار كريمة بتزين كل الفتحات. كمان بيوصفوا الجهاز بتاعها إن هو كان 150 إناء من الذهب و200 إناء من الفضة، حتى إيدين الأهوان كانت كلها من الذهب، بجانب طبعا اللبس المرصع بالأحجار الكريمة والمجوهرات اللي ملهاش آخر. وفعلا الزفاف بدأ من القاهرة بالمحمل لحد بغداد، وكان خمروية أمر جنوده إن هم يبنوا لهم قصور في الطريق من القاهرة لبغداد كل فترة، بحيث إن قطر الندى ما تحسش بالغربة وهي طالعة من القاهرة، فكل شوية تخش قصر تلاقي نفس الحاجات اللي موجودة في القصر بتاعها في القاهرة. الحقيقة إن الفرح اللي استمر شهور في الطريق من القاهرة لبغداد والقصور اللي بناها وكمية المجوهرات وكمية الذهب أدى إن الخزينة المصرية ساعتها تفلس تماما، ويفضل الباقي من حياة خمراوية الاقتصاد منهار، ويزود الضرائب على المصريين عشان يحاول يعوض الخسارة اللي حصلت للخزينة المصرية. والفترة اللي بعده بتضعف جدا، لدرجة إن في خلال 10 سنين بس من وفاة خمراوية بتنهار تماما الدولة الطولونية على يد العباسيين، بيبتدي فترة جديدة هي فترة الإرشيديين.